ايه كن هتعمل ايه في العربيه؟ هتوديها المغسله ولا هتعمل ايه؟ ايوه يا باربي، العربيه زي الزفت، مش نضيفه خالص، خصوصا من بعد اليوم اللي كان فيه عفره ده. العربيه اتبهدلت اخر بهدله. طب بقول لك ايه، خلي عم سيد البواب يعملها لك، ده راجل غلبان يستنفع باي حاجه. بدل ما تروح تدفع 200 جنيه في المغسله، اديله انت ال 200 جنيه وهو يغسلها لك. انا عارفه ان بنته هتتجوز اخر الشهر، سمعت من جارتنا، وعمال يلم فلوس من شمال ويمين، غلبان خالص. يا عيني. لا لا، خلاص خلاص يا باربي، اخلي عم زيد هو يغسلها لنا وخلاص. او بقول لك ايه، انده عليه انت عشان انا مش فاضي، واديله المفتاح وخليه يغسلها من بره ومن جوه. ماشي ماشي يا كن. عم سيد، عم سيد، يا عم سيد، يا عم سيد رد علينا يا عم سيد. ايوه ايوه يا ست باربي، جاي اهو جاي اهو. ايه يا عم سيد فينك؟ عمال انده عليك من بدري. معلش معلش يا ست باربي، كنت بمسح السلم بس، واول ما سمعت حضرتك جيت جري على طول. طيب يا عم سيد ربنا يكرمك. معلش يا عم سيد، هديك مفاتيح العربيه. كان بيقول لك امسحها واغسلها من بره ومن جوه ونضفها حلو جدا عشان كلها تراب. حاضر حاضر يا ست هانم، من عينيا الاتنين. وعينينا ليك يا عم سيد. إيه انت يعني، انت مننا وعلينا، واللي انت عايزه يا عم سيد هديهولك. في يا ست باربي، واحنا يعني غربة عن بعضنا يا ست باربي؟ اللي عند حضرتك كله يزيد يا ست باربي. كتر خيرك يا عم سيد، هروح اجيب لك المفتاح اهو. ياه، العربية كلها تراب خالص فعلا. ايه ده؟ يا سلام يا سلام، لو العربية دي بتاعتي كنت ابيعها واجوز بنتي، معيش فلوس اكمل جهازها. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس؟ مش عارف اعمل ايه. تعمل ايه يا سيد؟ تعمل ايه يا سيد؟ نضف بقى العربية يا سيد واخلص. اعمل ايه في اللي انا فيه؟ ايوه، انا فكرت في حاجة بس كده هيبقى حرام عليا. هتمد ايدك يا سيد وتسرق؟ ايوه، انا اخد العربية دي واقول لهم ايه؟ لا لا لا، اخدها ازاي يعني؟ انا اعمل نسخة على مفتاح العربية، وادي ست باربي المفتاح واكني مفيش حاجة، واجي بالليل اخدها وامري لله، ابيعها وافك نفسي عشان خاطر بنتي، عشان اجوز بنتي. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هو مفيش الا الحل ده. بس ازاي كده يا سيد يستأمنوك وانت تعمل كده يا سيد؟ طب اعمل ايه؟ اجيب فلوس منين؟ اجيب فلوس منين عشان اجوز بنتي؟ خلاص يا استاذ كن، خلاص يا ست باربي، انا غسلت العربيه ولما مسحتها ولمعتها خليتها زي القشطه. كتر خيرك كتر خيرك يا سيد. ربنا يكرمك يا عم سيد، انا مش عارفه اقول لك ايه. وان شاء الله ربنا يكرمك كده ببنتك وتجوزها وتشوف عيالها ان شاء الله. يا رب يا رب يا ست هانم، بس منين؟ ده الايد قصيره والعين بصيره ومفيش فلوس يا ست هانم. يا عم سيد ما تقلقش، ان شاء الله هتفرح بيها قريب، وان شاء الله تعمل كل اللي نفسك فيه. ما تقلقش يا عم سيد، احنا مش هنسيبك يا عم سيد. يا ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك يا كيم بيه، ربنا يخليك. مفاتيح العربيه على الترابيزه يا هانم، حطيتها لك على الترابيزه. كتر خيرك يا عم سيد. اتفضل انت بقى يا عم سيد، كتر خيرك يا عم سيد. يا على حتة المسلسل ده، حلقة جميلة أوي. ايه ده؟ بس بتاعت امبارح فاتتني. يلا مش مشكلة، خلي ميادة تحكيها لي بقى، حصل فيها ايه؟ ده مشوقة جدا. يا باربي يا باربي، الحقيني يا باربي، الحقيني يا باربي. ايه في ايه؟ في ايه كان مالك؟ بتند عليا كده ليه؟ في حاجة ايه؟ حاجة حصلت ولا ايه؟ في ايه؟ مالك يا كان عامل كده ليه؟ ايه العربيه يا باربي؟ العربيه مش لاقيها في الجراج، مش لاقي العربيه في الجراج يا باربي. يا مصيبتي، يعني ايه مش لاقيها في الجراج؟ ما سألتش الجيران؟ ما سألتش عم سيد؟ ما المصيبه، لا لاقي الجيران حد بيرد، ولا لاقي عم سيد في الجراج، مش لاقي حد خالص. هي دي المصيبة، هي دي المصيبة. عملت ايه يا كن؟ عملت ايه؟ عملت ايه في ايه يا باربي؟ مش لاقيها، مش لاقي، وقعدت ادور وقعدت اسال الجيران، حد شافها بالليل مثلا؟ حد مدورها واخدها ولا ايه؟ لازم نبلغ البوليس بسرعة يا كن قبل ما يعدي الوقت، وبعدين ما نعرفش نلاقيها خالص. ما انا رحت يا باربي فعلا، رحت للظابط اللي يعرفه واحد صاحبي، وقال لي ان هو هيجي دلوقتي حالا، دلوقتي هيجي يفتش في المكان ويبص، يمكن يلاقي بصمات حد ولا يلاقي حاجه. يا لهوي يا كن، العربية ده احنا لسه بندفع قسطها يا كن. يا لهوي، دي المصيبة، ده عربية غالية، وهي دي عربية عمرنا، ما عندناش غيرها. ان شاء الله هنلاقيها يا باربي، ان شاء الله، ده فلوسنا حلال يا باربي، ان شاء الله هنلاقيها. يا رب يا كن، ربنا يستر. ايه يا حضرة الظابط، لقيتوا العربية ازاي؟ فعلا يا حضرة الظابط، لقيتها فين؟ طب الاول شوفوا هي عربيتكم ولا لا، واطمنوا على كل حاجة فيها. ايوه يا حضرة الظابط، هي فعلا، ومفيش فيها حاجة ناقصة الحمد لله. اللي لقيتها فين يا حضرة الظابط؟ فعلا لقيناها على الطريق الدائري.
احنا خدنا مواصفات العربية وصورتها من حضرتك يا استاذ كن، ونزلناها على كل المديريات، وقلنا لهم اللي لقيتوا صورة العربية دي بلغونا. لقيناها على الطريق الدائري مع واحد اسمه سيد ومعاه ميكانيكي وشوية ناس حرامية كده، احنا كنا عارفينهم حرامية عربيات يعني، بياخدوها يفكوها وبيبيعوها. يا لهوي، عم سيد البواب. ايه يا مصيبتي عم سيد؟ معلش يا ست هانم، سامحيني يا ست باربي، سامحني يا استاذ كن. ليه كده يا عم سيد، ليه كده بس؟ ليه كده يا عم سيد؟ ده انا كنت بعزك خالص انت وبنتك، وقلت لك هساعدك. معلش يا باربي هانم، معلش بنتي كنت بجهز بنتي زي ما انت عارفه، والظروف صعبه جدا ومعيش فلوس اكمل جهازها يا ست باربي. ماشي يا عم سيد، بس مش تسرقنا يا عم سيد، واحنا مستأمنينك على العربيه ومفاتيح العربيه تعمل فينا كده يا عم سيد؟ ده انا كنت هساعدك يا راجل، وكلمت العماره كلها هيلموا لك مساعدات تجوز بنتك. ليه كده بس يا عم سيد؟ تمد ايدك يا عم سيد وتسرق، ويوم ما تيجي تسرقنا احنا يا عم سيد؟ ليه كده بس؟ حرام عليك يا عم سيد، وده احنا بندفع اقساط العربيه لحد دلوقتي، واحنا يعني ليه كده بس؟ ليه كده؟ خلاص يا استاذ كن، لو عايز تكمل البلاغ لحد الاخر نكمله، ويتحبس هيتحبس مش اقل من 2 سنين. ولو صعبان عليك بقى وعايز تتنازل عن المحضر، انت وراحتك بقى. لا يا حضرة الضابط، مش هقدر احبسه طبعا، ده بيجهز بنته وظروفه صعبة. هتنازل عن البلاغ يا حضرة الضابط، ربنا يهديه بقى ويسامحه، بس هضطر امشيه من العمارة، مش هينفع يقعد بعد ما عمل العملة الشنيعة دي. سامحني يا استاذ كن، سامحيني يا ست باربي.